لا انا يلا. مش مدرك ايه اللي حواليا. مم. فكنت بعمل ايه وانا نايم؟ مم. كنت بصحى من النوم وانا انا في تانية تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي مم. في الحقبة دي. كنت بصحى من النوم الساعة 2 بالليل. عارف المخدة مم. بيكون عليها كفر كده، ايوه الكفر ده عليه نقشات. حلو. بصحى اقعد ابص للنقشات ديت واحاول اذاكرها. ايه انا تذاكر النقاشات انا رحت في حتة وحشة قوي. وسايب المنهج. سايب المنهج وبذاكر النقشة وعايز احفظها عشان انا حاسس ان التيتشر بكرة هتمتحني فيها. ايوه فانا مش عارف ده واقع ولا ده حلم ولا ده انا كنت في حتة وحشة قوي. ايوه. وبعدين بقى لما ازهق خالص، مم. ده بس ده في الاول في تانية ابتدائي، كنت اعمل ايه؟ اجيب شنطة المدرسة افضي منها الكتب واخد اي لبس مم. احطه في الشنطة. حلو ههرب. خلاص. ازاي اه واهرب فين؟ ده ماشي المهم. بدخل التويلت. ماشي التويلت نفسه ماشي بقف جواه. حلو. عندي امل. عارف شوية المية اللي بيبقوا في التويلت دول؟ ايوه ايوه بعديهم حلو. في بحر ايوه وسمك وبتاع وههرب. خلاص. هطلع هعوم شوية لغاية فوق بعد سمكات القرش وكده، وهلاقي مثلا صاب مارين او حاجة او كده، هقعد اتفادى كل ده، هطلع الاقي سفينة. حلو. هيقولوا خالد، هيشدوني ياخدوني معاهم بقى ايه، اروح ايطاليا مثلا، امريكا. اليونان اطلع. واسيب بقى النقاشات اللي على المخدة اللي هي بتموتني دي والمدرس والبتاع. والكمام المبلولة وهي كانت كلها اصلا برابير، ايوه يعني ميه فاهم؟ انا واقف في وسط الحوش. انا فين؟ ايوه. انتوا بتعملوا ايه؟ انا ليه هنا؟ بس فهو دي قصة المدرسة والطفولة. وكنت قاعد فين جوه الفصل؟ في الاول ولا في الاخر ولا؟ تاني ديسك. تاني ديسك. لا ده انت كنت عايز بقى تبدو ان انت من العيال المثقفه اللي في الاول خالص والله، هم اللي بيقعدوني. انا بقول لك انا كنت غير واعي. اللي ما اقعد هنا حاضر، اعمل حاضر. انت حتى ما كنتش بطلب اعمل بيبي حتى. اه اللي هو يا جماعه شوفوا انتوا عايزين ايه انا هعمله معاكم، انا تمام. لا اصل انا ماما مم. كانت دايما تقول لي، عارف انت المثل بتاع جور السعيد يسعد وكده؟ كانت دايما بقى ايه توعيني وتقول لي واد يا اسلام جور السعيد يسعد. وانا برضو كنت دراسيا انا ما جيتش، انا بقى مركز في الكوره، مركز في قصه تانية انا خالص. فكانت تقول لي شوف الشاطرين مين واقعد جنبه. احنا كان عندنا حاجه غريبه جدا في الفصل، ان الشاطرين كانوا قاعدين ورا، ما اعرفش ايه ليه. ده؟ دي غريبه ما اعرفش دي. ليه. فرجعت قعدت معاهم، هم كملوا بقى شاطرين وانا وانت كملت ما في رضيتش الكوره. بقى هتطفل عليهم، انا ما رضيتش. ورحنا كنا بنعمل بقى بطوله اقلام. فاكر لعبه الاقلام زمان؟ طبعا اللي هي جوان واقلام نعمل والكره بقى احنا الورق. وكره الورق، نعمل بطولات ونقيم بقى ايه دورات اولمبيه ورا وبتاع، واحنا ما لناش دعوه برضو بالناس قدام بتقول ايه وكده وهم ما شاء الله كملوا في طريقهم، هم دخلوا هندسه وانا ما كملت برضو انا في ما روحتش معاهم. مفيش بقى جور السعيد يسعد ده، انا ما عرفتش اطبقه اصلا، رحت لوحدي ما جيتش. طب انا كان عندي حاجه غريبه قوي يا اسلام في المدرسه. ما اعرفش، اواخر الثمانينات اوائل التسعينات طلع عقاب جديد جدا في المدارس. انا مدرستي كان اسمها منشية البكري. كانت التيتشر بتاعت الانجليش هي اللي بتدينا دين. ماشي. فكانت يعني في حصة الانجليش بنقول لها ميس، في حصة الدين نقول لها مس. ده بجد. مس يعني مس يعني فوضى. بالظبط. فكانت بتنون الكلمات الانجليش والحروف الانجليش. understand فهي بتدينا دين وبتدخل تقول حاجة غريبة جدا. هي كانت لابسة يعني مش عارف اسمه ايه، خمار. أيوه. فتدخل تقول السلام عليكم. طب وال 14 ولد عملتي فيهم ايه؟ ما جمهمش. واحنا زي عارف القطيع. ايوه وعليكم السلام. ايوه ورحمة الله. مش فاهمين حاجة. هي اصلا دخلت قالت السلام عليكم، مش هي فيمينست. فاهم؟ ما لغت الولاد كلهم. المهم يعني العقاب كالآتي. خالد عمل حاجة غلط. خالد قوم اقعد جنب بنت. ايه ده يعني ايه؟ فتقعد جنب بنت الكلاس كله. خالد قاعد جنب مريم. يا نهار. ايوه صح. ومريم بتبقى غلطانة في نفس الوقت، بس هي مستنية دورها. مستنية اما ولد يغلط فعشان يقعدوهم جنب بعض. أيوة. طب انتوا ايه بتعملوا ايه؟ انتوا الفكرة الإلهية اصلا بوظتوها. اللي هي فكرة الراجل والست والجواز انتوا بوظتوا، انتوا خليتونا عقاب.
ايوه ايه تقوم بنت مش هسيبها خايف. طب ليه كده بس ده كان بيتعمل فينا برضه. برضو بس انا كنت بفرح قوي يا خالد بيني وبينك. انت كنت يا قاري اسلام. بقى قاري الحوار انا فاهم، فانا اه بقوم اقعد ده فل بقى. وبعدين البنات عندنا برضو كانوا لذاذ، مم. فتديك مثلا سندوتش بتاع لا حاجه دي حنيه، حلوه. دي مش لذاذه. ده ايه ده؟ فانت قاعد فاهم، انت عاقبني كل يوم كده. انا كنت بتكسف يا اسلام، احنا قاعدين جنب بعض، انا عامل كارثه خلاص يعني مش عارف هروح اقول لامي ايه، انا اه قعدت جنب مريم. اه